اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. موسم بقى تخزين الثوم. طبعا الفيديو نزل لكم متأخر، معلش انا بعتذر. لكن انا اصلا السنة دي جبته متأخر. انا بجيبه بفرمه، بنضفه، بشيل قشر من عليه وبفرمه زي ما هو كده بالقشر بتاعه لما بجيبه اخضر. لكن انا السنة دي نسيت خالص ان انا اجيبه زي ما بجيبه كل سنة، وعدينا رمضان والعيد وكل سنة وانتم طيبين طبعا جميعا. وجبته بعد رمضان وجبته بعد العيد طبعا، فكان الثوم ابتدى ينشف، فطبعا مش هينفع ان احنا نفرزه كده، فاضطريت طبعا اقشره. فدي معايا كمية 5 كيلو تقريبا. قشرتهم بقى كده وهبتدي اخزنهم. دي كانت الكميه كلها اللي انا كنت مقشراها. طبعا كنت بقشر كميه واحطها في التلاجة كده في كيس لحد ما خلصت الكميه كلها، وقلت افرمها بقى كلها مره واحده. معانا طبعا الملح كده زي ما وريتكم، ومعانا الخل بتاعنا. طبعا هو الملح والخل والزيت، طريقه الحفظ العاديه جدا اللي احنا بنستعملها كل سنه. تمام. اي نوع زيت، بس يكون نوع زيت ملوش ريحة، يكون كويس. يعني عايز تستعملي زيت ذرة براحتك، عايز تستعملي زيت عادي براحتك، بس اهم حاجة يكون زيت ريحته حلوة وما يكونش ليه طعم، عشان خاطر الحاجات دي احنا هنخزنها وهنحتفظ بيها لمدة سنة. برضو هنحتفظ بيه بنفس الطريقة اللي بنخزنه بيه، وهو بالقشر بتاعه. تمام كده. بس طبعا احنا قشرناه السنة دي، وبرضو طريقة حفظه هتبقى كويسة جدا. هنبتدي بقى كده نجيب الكبة بتاعتنا ونبتدي نحط فيها الكمية على قد الكبة. عايزة تمليها كلها، بس عشان خاطر ما تضطريش تفرمي كتير على بال ما اللي فوق ينزل، اللي تحت بيتهري معاكي شوية او بينعم قوي عشان ما يبقاش معاكي مية. انا بحبه ناعم، مش اللي هو المية طبعا، ومش الخشن. انا مش بصراحة مش بحبه الخشن قوي كده، بحبه ناعم. تمام. معانا كده دي معلقة ملح، التانية، تالت معلقة. تمام. طبعا الكمية طبعا انت تحطي على قد الكمية اللي انت حطاها في الكبة. يعني انا معدية نص الكبة. تمام، نص الكمية. فحطيت 3 معالق ملح، وادي كده برضو تقريبا 3 معالق زيت. تمام. الزيت يا جماعة بيخليه سهل لما نيجي نطلعه من الفريزر. وبرضو 3 معالق خل، المعلقة الكبيرة. المعلقة اللي انا استعملت بيها الملح هي اللي استعملت بيها الزيت، وهي اللي استعملت بيها الخل. وهنقفل بقى الكبة ونضربه ضربا مبرحا. يا رب كده تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وبكون دايما عند حسن ظنكم. بصوا كده انا بوريهولكم. بصوا كده مش ناعم قوي كده، وسط. هو كده ده حلو. انا بس عايزه اوريكم كده في المعلقه ان هي بتبقى فيها سنه خشنه شويه. عايزه تنعميه اكتر من كده براحتك، عايزه تفضيه على كده براحتك. تمام. بس كده كان يعني معتدل، يعني تقريبا كان حلو، ما كانش ناعم قوي اهو. حتى بصوا انا بفضيه مش حتت، لاني انا ما بحبوش يبقى، يعني انا بحبه في الاكل طبعا وكله، بس مش بحبه يقرش كده تحت السنان واحنا بناكله، علشان خاطر في ناس بتحبه كده وفي ناس مش بتحبه كده، مش كله يعني. مع ان انا ولادي بياكلوه كده صحيح يعني، ربنا يهديهم. هو طبعا صحي جدا، وفي دكاترة كتير بتقولوا كلوه، ولو على الريق حلو قوي. فولادي لما سمعوا المعلومة حبوا يجربوا يعني. برضو هحط كده كمية هنا برضو في نفس النظام. برضو هنحط ايه، برضو 3 معالق ملح. بصوا هي السكينة 3 سلاحات، فانا بحاول احط واوصل لحد السلاح التالت. بصوا كده مش ناعمة، دي هنا كده مش ناعمة طبعا، دي كده خشنة. دي ضربتها ضربتين بس، حبيت اوريها لكم. طبعا انا بنعمها كده زي ما وريتها لكم بتاعت اول مرة. برضو 3 معالق ملح، 3 معالق زيت، و3 معالق خل. بعتذر عن صوت الكلاب اللي في الشارع، بس بجد هي بقى صوتها فظيع، او بقت منتشرة بطريقة فظيعة جدا في كل المناطق، مش عندي لوحدي.
حطينا برضو الملح 3 معالق و3 معالق زيت اهم، وهنحط برضو 3 معالق خل، نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت برضو هنكرره المرة دي. وهنفرم وهنزل الكمية كلها على بعضها. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. منتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني، وبشكر الناس الجديدة اللي نورتني في القناة. نقفل الصوت خالص. الدعوات الجميلة، الناس الجميلة اللي بتدعيلي، الحاجة ام كوثر، بجد بشكرك جدا على دعواتك الجميلة وعلى روحك الحلوة. بجد انا فرحانة بيكي قوي قوي قوي، وببقى فرحانة قوي مبسوطة بالدعاء الجميل اللي انتي بتدعيهولي. ولك بالمثل يا رب اللهم امين. يا رب كل حد بيدعي لي دعوة وله بالمثل يا رب اللهم امين. هنا كده معانا بطرمانات. معلش بقى، انا حابة اشكر الناس الجميلة، كل الناس الجميلة اللي بتدخلي وتدعي لي دعوة حلوة كده من قلبها. يا رب ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا ولكم بالمثل اللهم امين. وعمو محمد الجميل طبعا بشكره جدا ان هو موجود معايا على طول في قناتي وبيشجعني. ربنا يبارك لك يا رب يا عم محمد. هنا بقى كده الثوم معانا. دي بطرمانات انا غسلاها كويس جدا. دي بطرمانات مطرح عسل، انا مش برميها، انا بحتفظ بيها وبغسلها كويس جدا بميه سخنه وبعقمها وبسيبها تتصفى، وبرده بتاكد ان هي ناشفه لاني انا بغسلها وبشيلها وبحتفظ بيها لاني بستعملها بصراحه في تخزين حاجات كتير جدا. تمام، هي بلاستيك مش ازاز. فانا هحطها كده، هفضي فيها كميه الثوم طبعا، و هفضي بقى الكميه كلها كده بنفس الطريقه. وبرده كده هنملى البطرمان التاني. طبعا بتحطي في المحبب برضو، ممكن تحطي في ازاز عادي، بس انا بصراحة عندي بلاستيك كتير فمش هحط في ازاز وانا عندي بلاستيك. انا بصراحة بخلي الازاز للسمنة اكتر لاني مش بحب احط السمنة في ازاز في بلاستيك. فبحط الثوم، الحاجات اللي هدخلها الفريزر بتبقى في حاجات بلاستيك انا بحسها اخف يعني. واهم حاجة ان هي تكون نضيفة ومتعقمة كويس جدا عشان خاطر تبقي مطمنه ان حاجتك ما تبص او ما تغيرش لونها. طبعا الثوم بيفضل معانا ابيض من السنه للسنه. انا بقالي كام سنه بعمله معاكم، هي نفس الطريقه. طبعا السنه دي احنا مقشرين الثوم، برضو هيفضل معانا من اول الاستعمال لحد اخر الاستعمال وهو ابيض وزي الفل. ما تقلقوش، الطريقه دي مجربه بقالها كام سنه بجربها، جميله جدا لو بقشره او من غير قشره. الخل والملح والزيت، دي ال3 مواد. الخل علشان خاطر الثوم يفضل معانا ابيض ويحافظ عليه فتره طويله ما يغيرش لونه، والملح طبعا بيحافظ عليه، بيحتفظ بيه زي ماده حافظه، والزيت علشان خاطر يبقى سهل معايا في الاستعمال. طبعا دي كده انا جبت علب، انا كنت شاريه علب ديت اللي هي العلب بتاعه الرز بلبن، برضو بستعملها كده واقفلها بتبقى سهله معايا. لو انا مسافره او رايحه مصيف او حاجه ممكن اخد علبه صغيره من العلب ديت، برضو بتساعدني، بتبقى حلوه جدا. هنا كده عملت 4 بطرمانات كبار، والعلب الصغيره اللي انتوا شايفينها ديت قدامكم. ما شاء الله الكميه كانت حلوه. انا كنت قلقانه ان انا ما اشيلش الكميه طبعا اللي انا بشيلها كل سنه، لانه طبعا اول ما نزل كان رخيص، وبعد كده انا جبته غالي، كنت جايباه ب30 تقريبا او ب35 جنيه، مش متذكره بالظبط. فطبعا اول ما نزل كان ارخص من كده، ما كانش غالي كده. هنا نقفل بس العلب كويس جدا، اهم حاجه تبقى محكمه الغلق. طبعا العلب البلاستيك ديت بنقفلها كويس جدا علشان خاطر الريحه ما تعملش حاجه في الفريزر او ما تغيرش ريحه الفريزر. وهنحتفظ بيهم في الفريزر، في باب الفريزر، في الفريزر نفسه، العلب في الفريزر نفسها، والبطرمانات في باب الفريزر. و كل سنه وانتم طيبين. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. منتظره دعواكم الجميله، عم محمد وام كوثر، الناس الجميله اللي بتدعي لي على طول، مش عايزه انسى حد، كل الناس الجميله اللي بتتابعني بشكركم جدا من كل قلبي. وشكرا للناس الجديده، نورتوني وشرفتوني في القناه، وانا بجد مبسوطه بوجودكم معايا. ويا رب كده اشوفكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. وما تنسونيش في اللايكات والشير. يا رب تكون وصفاتي عجبتكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.